السلام عليكم. هاي احنا ثاني يوم امي جابت لحم مثروم حتى تسوي كبة، بعدين غيرت الخطة. رادوا تمن تاجينة، فهنا أنا بديت دا أثرم جزر حتى نسوي تمن تاجينة. طبعا اللحم حطيناه على النار قبل الوصل شوي كان جامد، وثرمت البصل والبوتيتا والجزر، وهسه أضيف للحم البهارات اللي هي عبارة عن كاري وكركم وبهارات بريانية وفلفل أسود وقرفة وهيل شوية، وللتمن نفس الشي، تمن كركم وقرفة وهيل، وهم للشعرية نفس الشي، تمن أسوي على لون أصفر وأخلي شعرية وجزر كلها أكملها، والبوتيتا نقليها على صفحة ونزينها باللوز والكشمش، اللوز المحمص والكشمش. وهذا كان غدانا. وطبعا بمناسبة امتحانات نص السنة بدايتها، أدعو الله إنه يوفق طلابنا أبنائنا، يوفقهم بالامتحانات ويجاوبون على الأسئلة وتكون أسئلة سهلة عليهم ويجيبون درجات عالية، ويا ربي يوفق الجميع. وهنا اللمسات الأخيرة اللي هو حطيت اللوز آخر شي، ورغودة تسوي السلطة. وهذا كان غدانا بتهليق قبل ما أرجع لبيتي، وأتمنى تدعموني بلايك وشير سبسكرايب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تحياتي لكم، مع السلامة. سوت لنا زلاطة، نشكر مجهوداتها الرهيبة وأخيرا